منذ زمن بزوغ فجر حكماء الظلال الثقيلة، من أيام أفلاطون اللي كانوا كيسميوه الفيلسوف الإلهي، وأرسطو اللي كانوا كيلقبوه بحارس المنطق. طلعت أولى الأفكار اللي قالت أن العقل البشري فيه صراع دائم، صراع طاغي في ساحة تحليل النفس البشرية، بين الراحة والمعنى، بين الطمأنينة والأسئلة اللي ما كتساليش، بين الهدوء الخارجي والعاصفة اللي كتغلي في الداخل. وحتى في زمن بعيد، قبل ما يكونوا التليفونات، قبل ما تكون التكنولوجيا ولا المدير اللي كيعكر لك الويكاند بميساج، كان الانسان كيتقلق، كيتوتر، بعض المرات كيبكي، كيبقى يسول فراسو بصوت خافت: علاش قلبي ديما مزير واخا نكون بعيد على المشاكل؟ الفراعنه رغم القوه والجبروت اللي وصلوا ليه، نحتوا في الجدران ديال المعابد وكتبوا فيها طلبات للآلهة كيترجاو فيها السكينة وراحة البال. الرهبان في آسيا هجروا المدن والناس واعتزلوا الجموع غير باش يهربوا من الصداع، من دوخة التفكير، من القلق اللي كيجي بلا موعد. هادشي كيعني ان التوتر ماشي مرض جديد، ماشي موضة ديال العصر الرقمي، هو رفيق قديم للحياة. كلما ظنيتي انك اكتسبتي مناعة ضده، كيبدل شكله، كيبدل السلاح ديالو، ولكن ديما حاضر، ساكن في قلوب الناس، كيتنفس وسط الهدوء، كيصرخ وسط الصمت. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من قهوة قبسات. عدد بعد غيبة طويلة، فترة ديال الامتحانات، الخدمة مزيرة، الله يحسن العوان لكل شيء. رجعنا معكم مرة أخرى إن شاء الله، موضوع جديد نضرب فيه، نتحاور شوية. مرحبا بك خويا حمزة. الله يحفظك خويا حمزة، شكرا على الترحيب. نتمنى الناس ما يكونوش تقلقوا منا وتكون عودة موفقة، وإن شاء الله على خير. إن شاء الله. المهم موضوع شوية اليوم شوية حساس، غنهضروا اليوم إن شاء الله على الستريس، كيفاش كنحسوا بالستريس، شنو هما المظاهر ديالو، المشاكل، الحلول ديال الستريس، كيفاش نتعاملوا معاه، وكيفاش ما نخليوش ياكلنا بهذا المعنى. ندور عليه من كاع الجوانب. نبدا معك خويا حمزه، سؤال بسيط: شنو هو بالنسبه لك التعريف ديال الستريس ولا التوتر؟ ما تعطينيش الحلول والمشاكل ديالو، ولكن عطيني تعريف جوهري ديال الاحساس اللي كتحس بالستريس. ستريس، التوتر، القلق هو داك لو شوك بسيشيك اللي كيجيك فاش كتكون شويه ديك الدهشيره اللي كيجيك فاش كيطرى لك واحد الضغط نفسي، قلبك كيبدا يضرب، كتحمار واش خضر غير بوحديتك لسبب من الاسباب. يعني بسيشيكمون كتزير كما كنقولها انا هضرنا بهاد اللغه هادي. وهذا تقريبا واحد الظاهره اللي كاملين مكاينش شي واحد ما كيتستريساش مينيموم واحد 700 مره في النهار العادي. يعني الا بخلاصه ستريس هو واحد لابس دو طون اللي عقلك تيتبلوكا فيه، وكيجيك واحد لو شوك بسيشيك اللي كتدهشر وما كتبقاش عارف، وداك الافراز ديال الادرينالين تيتفرز لك بزاف. شوف، انا نجي من الجهه الاخرى. تقريبا الستريس ما تقدرش تلخصه في واحد الشعور ولا شي حاجه، ولكن واحد الحاله داخليه كتشدك في قلبك، في عقلك، كتحس بحال شي حاجه مفوصيه عليك، شي ضغط ما كتشوفوش، ما كتعرفوش مناش، كيبقى يتجمع بشويه 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 حتى كيعمرك، كيولي هو يتحكم فيك، في كيفاش كتشوف الحياه، حتى في لوكور ديالك كيتبدل. ستريس هو داك اللحظه اللي كتكون فيها حاس براسك كتجري، ولكن ما عارفش فين غادي. كتحس براسك باغي توصل لكل شيء، وكتلوم راسك على كل شيء، كتحس براسك وسط الزحام، ما داك الصداع وداك الضجيج، وانت ما تلقاش اللي يسمعك ولا اللي يفهمك في داكشي اللي كتحس به. الستريس ماشي ديما كيجي في البكاء، في العصبيه، ماشي مرات كيجي في داك السكات، في قله التركيز، في النعاس، ما كتبقاش تنعس مزيان، كيولي عندك داك الارق، داك النعاس متقطع.
كيبقى ياكل فيك بشويه بشويه بشويه، لا فقتي ليه وجهتي من الداخل وجهتي مع راسك انت، احسن ما تخليه يوصل لواحد الحد اللي ما كتبقاش انت قادر تخرج منه، خصك تولي تقلب على الحلول من برا تما فين كيعرفوك الناس. بهذه بين قوسين ستريس لي بيرسونيلمون تنحس به انا بزاف، كما شرحتي انواع ديال الستريس، هو داك الستريس السكوتي اللي كيشدك، ما اون فوا تيشدني صافي لا كونسونطراسيون ديالي كتخربق. من هاد اللعيبه هادي غنلوح لك واحد السؤال بناء على هاد التجربه ولا هاد الشيء اللي زعما اللي كتحس به وعارف شنو هي الاثار النفسيه والجسديه ديال الستريس على الانسان، كيفاش كيبان التاثير في حياتنا اليوميه، العلاقات مع الناس، التصرفات ديالنا، واش كاين غير ستريس واحد ولا كاين ستريس عادي وواحد ستريس اللي شويه غراف؟ كاين ستريسات هما كاين ستريس اللي غيخليك صافي تلف كلشي، وكاين ستريس اللي يخليك ترضى في حياتك. قلتي لي الاثار النفسيه والجسديه ديال الستريس. ستريس اخي حمزه تيخليك كما قلت لك ك اكسبيريونس بيرسونال ان فوشن ستريسا، ديك لا كونفيونس اون سوا ما تجبقاش، ديك الثقه في النفس كتزعزع ديك الساعات، ديك انا شكون انا صافي ما كتبقاش عارفه شكون انا. وهادشي كي انفلونسي لي زاكت ديالك الا كنتي خدام ولا كنتي كدير شي حاجه، من موراها كي انفلونسي فلاسبي فيزيك تاعو. يعني سيدادير انا اغلبيه ديال لي كوز ديال الامراض و تجربه بيرسونيل، مرض بسيشيك كتحول للمرض اورغانيك، يعني مرض نفسي كيولي عندك مرض عضوي. يعني ستريس كيضربك من لو كوتي بسيشيك ومن لو كوتي فيزيك، يعني كيهدمك صعيبه. على حسب لي ستاتيستيك اللي كنت قلبت ان الستريس هو اكثر مرض كيقتل حاليا، واللي اغلبيه ديالنا نيجليجيو بواحد الطريقه اللي سمجي يقول لك صافي راه غير ستريس، الوغ كو في هذيك راه غير ستريس كتعرف الناس راه كتعرف الواحد واش مستريسي ولا ما مستريسيش. بيان سور الا انفلونساك ستريس بسيشيكمون فيزيكمون راه غاي انفلونسي لونتوراج ديالك كيفاش كتصرف مع الناس. يعني الا شديتي شي واحد كان مستريسي وقلتي ليه هضر ليا في اون كونفيرونس ولا في شي ايفينمون، راه ما ولا مثلا راجل مع مرتو، الا كان الراجل مستريسي راه فاش غادي يجي للدار راه مرتو راه هي اللي غيخرج فيه داك ستريس. راه هنايا كندخلوا في الانواع ديال ستريس، واش عادي ولا خطير. هو ستريس كما تنشوفه انا من كاع النواحي راه خطير، حيت فاش كيخسر لك هذيك لا بيزيبيليتي دو في، داك البليزير ديال الحياه، داك السكينه ديال الحياه. الا خسراتك صافي راه كتبقى غادي عا كضربها كتجري كما فتحتيها في الانتروديسيون. سبالك حمزه قلتي عندنا واحد الحوايج في لي باركور انا وياك سبحان الله بحال لا من طريقه كيفاش قرينا، طريقه كيفاش جينا لألمانيا، داك التشابه، الكره الفراقي اللي كيعجبونا سفاره ولكن راه بصح حسيت حيت انا هادشي اللي كنجاوب كنقول لك انا تجربه شخصيه يعني كامله يا حمزه ديال واحد الفتره خاصها حلقه بوحدها. ولكن بروتوتيب، اسمح لي، بروتوتيب ديال شاب مغربي دوز حياته في المغرب غيكون داز هاد الزمر كامل نورمال. ولكن راه فاش كنتي كتهضر دابا راه تقريبا نفس دوك الافكار اللي عندي في راسي، دوك الواجبات اللي خرجت بيهم من هادشي اللي داز، من هاد الفتره ديال الستريس وهادشي كامل. هاد الستريس راه ماشي اللي صعيب فيه، هو ماشي واحد الاحساس يعني ديال القلق كيمشي ويجي، ما يجيك ما يمشي، ولكن راه كيبقى يحفظ بشويه، يحفظ الصحه ديال البنادم. حتى بصح
كيدمر لك النفسيه. يعني هذا هو الهدف الاول ديالو، كتبقى عايش في داك القلق مستمر، واحد التوتر اللي انت ما عارف علاش. وماشي في العقل، حتى في الجسد ديال بنادم كيبان كيولي عندك داك الصداع، بحال الشقيقه ديما شدك في راسك. شي اللي نقول لك انا ابا علميا ولا طبيا، ولكن هادشي معاش. مشاكل في الهضم، نقص في التركيز، كيوليو عندك امراض عضويه، الله يستر، بحال التنسيون، القلب، ضعف المناعه. وهذا الشيء كامل فاش كيتجمع، هاد التاثير على العقل وعلى الجسد، بيان سور كيوصل للونتوراج. كتولي دغيا كتنيرفا، ما كيبقاش عندك الصبر، كتولي حاس بلي واحد ما فاهمك، حيت بصح داكشي اللي كتعيش وكتحس به حتى واحد ما كيفهمو. اصلا انت كيما قلتي نسيت انت من هذه المرحله هذه، غتكون شحال مره نعسي نورمال مورال مزيان، ديك الثلث ساعه 25 دقيقه ديال التفكير قبل ما تنعس، باش كتجيب النعاس راه نورمال. كتفيق ماشي هو هذاك، مبدل مخافق، كتبقى تقول علاش. هادو علامه من علامات ديال الستريس، ان الستريس تسلط عليك. وكما قلتي كاين الستريس العادي، داك الستريس العادي ديال، شوف بكاع هاد المساوئ وهذا الشيء، انا كنقول كدزنا في ستريس عادي. الستريس العادي هو داك الستريس ديال كتبقى تقول غير مثلا كنت كنتيبي مليون، كتبقى تقول واه خصني نزيد شويه، شوف شي لعيبه. يعني ستريس ديال واحد ماشي على حافه الموت، دوك الظروف اللي كيدوز منها ماشي على حافه الموت ديال بنادم مصوفي كيفكر غير يزيد. هاد الستريس هذا كيحفزك باش تزيد حوايج اخرين، كيحركك من بلاصتك. الستريس الخايب اللي هو العكس ديال بنادم جا نضرب في 30 عام، لا خدمه لا جواج لا حتى حاجه، يعني بنادم كيشوف الحياه مشات. هاد الستريس هذا خايب، كيربطك، حياتك كتوقف، كيمشي لك اللي كيلير في الحياه، ما كتبقاش عارف راسك شنو خاصك دير. ولكن الحل ماشي في انك تهرب ولا تبقى تقول وراه غير ستريس كيف ما قلتي، وماشي في البليه ولا في انك صافي دير بحال هذاك الشيء ما كاينش. خاصك تهتم واحد شويه براسك، تحط واحد لي ليميت ديال الحوايج اللي ما نفكرش فيهم، الحوايج اللي باقيين بعاد، والحوايج اللي ما واقفش عليهم، فهمتيني. دير واحد الوقفه مع راسك، تشوف راسك داكشي اللي كدير، شنو الخايب اللي كدير وشنو المزيان اللي كدير، وبيان سير ترجع الله على كنتي باين. داكور. وهنا غيجي واحد السؤال، شنو الحل ستريس؟ شنو هي لا سوليوشن اللي انت فاش كطرا صبغت قبل ما صبغني، ما عارف انت جاي ليا كان شنو هي فاصل. شنو هي لا سوليوشن اللي غادي تحتي في سيتوياسيون ديال ستريس، قلبك كيضرب في 120، عرقتي، دهشرتي، تدعقتي باللغه ديالنا حنايا. شنو الحل؟ اول سوليوشن تجيك في بالك شنو كدير؟ شوف، كإنسان زعما عانى من ستريس، بنهار كنت كنكون نورمال ياك، بحال هاد اللحظات ديال هاد الليل مثل اللي كنسجلو دابا حدا البودكاست، دابا 11:30، فاش كتبغي تنعس هاد العقل كيخدم، كيولي خمام، كيولي يتقلق، كيولي يفكر هو في ولدك الثالث، انت باقي متزوجتيش باش تخلص ليه من دراسة. الله يرحم كتولي تفكر في المشاكل ديال الحياة، المستقبل. شي تنحس بحال حنا كاملين مشاركين في عقل واحد، فهمتي؟ والله الا بصح عندك كيما قلتي قبيله ديال الشباب دازو من واحد في الباركور، راه هادشي دايكو، لا تولي كتحس براسك كتغرق وسط واحد الدوامه ما عارفش ما يدخلش فيها. ولكن زعما الحقيقه اللي نختصر بها على بنادم الطريق، المشكل ماشي ديما كيكون في الظروف، يقدر يكون في العلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى. حيت كيف ما كنقولوا العكس ديال الستريس هو الراحه النفسيه. الا مشات الراحه النفسيه كيجي ستريس، الا كانت عندك راحه نفسيه كيجي ستريس. وسط هاد المشاكل وانت ما قادش
تحل كاع مشاكلك، الوحيد اللي قادر يعطيك ديك الراحه النفسيه بلا ما يتحلوا دوك المشاكل هو سيدي ربي. حتى واحد من غير اخي حمزه ما قادر يعطيها. حيت ماشي كلشي ساهل في الدنيا. الحياه صعيبه وغدوز من بزاف د الحوايج وابتلاءات. حيت كون ما كانش هادشي كانت تكون هذه الجنه. كون ما كانش فيها هادشي ماشي ضروري يكون الكونط عامر. قدر ما يكون القلب ديالك فهمتي عامر بديك البلاد. حيت بصح كنشوفوا بنادم عنده الفلوس وكذا، خلينا من ديك الهضره ديال الفلوس ماشي هي السعاده وكذا، فهمتي ديك الهضره ديال السوشيال ميديا. ولكن في هذا البوان هذه بصح كنشوفوا ناس عندهم الفلوس عندهم كل شيء، نديرو حنا ما مريضش في صحته ما خاصو حتى خير، ولكن كتلقاه كيعاني من واحد ستريس اللي ما كيعانيش منه حتى 10% ديال بنادم اللي ما عنده والو. لا شتي غير الناس، شوف ستريس مثلا في كازا ماشي هو ستريس واحد دوار في الخلا في بن حمد ولا شي حاجه، المهم شي دوار بعيد في الاطلس. ستريس في كازا بداك الصداع بديك الروينه بالكلاكسون بداك التخابيق، هادشي راه كبير بزاف. ستريس ديال دوك الناس اللي في الباديه اللي كيفيق بواحد الساعه في عقله ما كطلعش الشمس، عنده واحد البقيرات، حياه بسيطه، بالرغم من ان هذاك اللي في الباديه راه عنده مشاكل كبار من هذاك اللي في كازا. راه حمزه، راه عمرك سولتي راسك ولا اختي انك تموت بالبرد؟ صح باي. الناس كيخافوا انهم يموتوا بالبرد صح، ولا واش عندي باش نشرب اليوم. حيت الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حمزة تقدر تكون جواب على هذا السؤال ديالك. اللعيبه نقدر نقولها غير هي كجواب. كونكلوزيون ديال الكونكلوزيون. داك الضنك هو اللي كنعيشو كل نهار، اللي كتنسى الصلاة، كتنسى الدعاء، كتنسى تحمد الله على شي حوايج، ولينا كنساو نحمدوا الله على شي حوايج عندنا، وكنشوفوا الحوايج اللي عند الناس ونقولوا علاش ما عندناش. فهمتيني؟ اكزاكتومون. ملي ما كتنساش هذا الشيء ما كتبقاش تدور في واحد الدوامه ديال شنو خاصني شنو ما غاديش يوقع. خلاص الشيء خاصك تسول شنو العلاقه، شنو المشكل اللي عندي في العلاقه مع سيدي ربي. واش فاش كتبقى كتصلي من قلبك، ولا غير حيت مفروض عليك حيت ما باغيش تمشي لجهنم؟ واش فاش كتشكي، فاش كيكون عندك شي مشكل، واش كتشكي لسيدي ربي هو الاول ولا كتشكي للناس هما الاولين؟ واش كتحمد الله على الصحه، على النعمه، على واحد لانستون ديال الكالم اللي عندك؟ لما كانش العلاقه ديالك مع الله ايكيليبري غتبقى ديما حاس براسك ناقص، وخا يكون عندك كل شيء، يكون عندك الفلوس، الخدمه، الناس مزيانين دايرين بك، راه القلب لما كانش عامر بالايمان يبقى ديما خالي. هادشي اللي انا هو الحل اللي لقيت. داكور. عرفتي فاش كتكون كتسكرولي في انستغرام ولا في تيك توك ولا شي حاجه وكيطلع لك داك الفيديو ديال الحل ديال الستريس، كيجيك شي داعيه ولا شي واحد يقول لك الحل ديال الستريس هي هاد الايه هذه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دابا هاد الايه هذه بقوه ما سمعناها بزاف، ولات بحال ما عندها حتى شي انفلونس ودنينا، ولكن حمزه راه فاش كتجي تتعمق فيها راه بحال كتقراها اول مره في حياتك. ما عقلتش شكون اللي سمعته قالها، واش مصطفى محمود ولا غالبا مصطفى محمود ولا مصطفى حسني، واحد فيهم. العلماء لقاو ان الله سبحانه وتعالى اترافير السنه النبويه بيان سير وما يطلق عن الهوى انه الا وحي يوحى، اترافير الرسول عليه السلام اعطانا اذكار لكل هم، لكل غم، لكل كرب، لكل حاجه، لكل سونساسيون انت حاسه، انت فرحان شنو تقول انت، حيت الكور هما كينقسم لجوج الاقسام، كوتي بسيشيك وكوتي فيزيك. الكوتي الفيزيك راه عنده الشهوات ديالو
بلا ميم فاصون كوتي عنده الشهوات ديالو، عنده النيد ديالو بين قوسين، الاحتياجات ديالو. دابا حنايا الروح ديالنا مرتبطه الله سبحانه وتعالى، يعني باش نونريشيو هذيك الروح ديالنا اترافير الذكر اللي هكا جات في السنه. يعني الى الروح ديالك ولا لقيتي راسك ما هواش عرف راسك ان هذيك الا بذكر الله تطمئن القلوب، الدوزه ديالها نقصات. يعني خاصك تزيد دوزيها. على القضيه اللي قلتي لي هذيك لا كومباريزون اللي درتي لي ما بين ديال الفلوس، غادي ندورها لك من واحد الناحيه ديال الفلوس، من الاسباب ديال اللي كتخلي الناس في لو طون ريال دابا اللي تنعيشوا فيه في واحد الضغط نفسي لا يقارن. الكابيتاليزم اللي عايشين فيه، ديال ان كلنا خصنا نديرو هادي، كلنا خصني يكون عندنا هادي، كلنا خصنا لوك امبوسيبل. يعني لدرجه ان كما عطيتيني ليكزامبل ديال واحد ساكن في فيلاج وواحد ساكن في مدينه، وهذاك اللي ساكن في الفيلاج السكينه والراحه النفسيه اللي عايش فيها احسن من هذاك خينا اللي ساكن في المدينه. راه سي فري حمزه، راه ريحش معاهم، وراه ما يمكنش، راه كنقول الله يعطيني راحه البال ديال الخينا. وكما قلتي ان هاد البلاصه اللي عايشين فيها كون كان كلشي بارفي، راه شكون سميتها الجنه ماشي الدنيا. دونك حنايا مسافرين وما عرفناش امتى كل واحد فينا اصلا. هي ماشي فاش كتولي تدخل راسك ليدي ديال راه سي با، راه ماشي المستقر ديالنا ديما. كتحيد على راسك واحد 95% ديال ستريس، تقول راه كلشي فايت، يعني راه دايزه. يعني راه داك النهار اللي انت مستريسي فيه بالخدمه ولا بشي حاجه ولا كذا، راه غيدوز. يعني الحمد لله اننا ماشي المستقر ديالنا هنا. يعني الحمد لله غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي اصلا هي اللي غتولي الديستيناسيون فينال ديالنا، هو اللي غنعيشوها. والعلماء بزاف ديال في سميتو في الاعوام اللي قبل، واحد بزاف العلماء تيقول لك نعيش في لذات لو عرفوها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. فيما معناه ان هذاك لا ليزون ما بين العبد الله سبحانه وتعالى، يعني ديك بما معناها كما خلاها الشيخ الشعراوي، لا كرب وانت رب. يعني طونك راه عندك واحد الاله فوق منك مكلف بكل شيء، راه صافي، راه ريان انك تستريس على غدا واش غادي نخدم، واش غادي صحتي كي غتكون، واش حيت فاش كنساليو كدور كتقول قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. في الايه راه الله سبحانه وتعالى كان يقدر يقول علينا، دونك علاش قال لنا؟ تقدير انه هذاك النهار اللي دوزتي خايب، ولا داك النهار اللي الباترون ديالك غوت عليك، ولا داك النهار اللي لقيتي واحد ديفيسيت في الفلاكيز ديالك، ولا طحتي، ولا درتي كسيده، ولا عندك مشاكل في المارياج ديالك، ولا عندك مشاكل مع ولدك، راه اون فان كونط راه سي ان ديستان اللي تكتب ليك لواحد الحكمه الله سبحانه وتعالى. دونك بالنسبه ليا كخلاصه الحل ديال الستريس هو ان تعرف ان اي حاجه حسيتي بها زوينه ولا خايبه راه خدامه في الصالح ديالك. كاين انت الحاجه الوحيده اللي تسطر عليها هي تصلح العلاقه ديالك بالله سبحانه وتعالى، ويكون عندك واحد الورد ديال الذكر اللي دوز بين النهار ديالك. حيت سينو كنرجعوا وكما قلتي انت، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. كملخص مفيد لهاد الباراغراف كامله، كما قلت لك الكونترير ديال الستريس هو الراحه النفسيه. باش تجيك ديك الراحه النفسيه كاين الجواب ديالها
في الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. ما كاينش حاجة أخرى نزيدوها فوق كلام الله سبحانه وتعالى. ما غاديش نفهمو حسن يعني. ما كاين لاش نزيدو نهضرو واللي يقلب بنادم على حلول من بنادم بحالو. حيت لا جيتي تشوف وقيلا 98% غتكون ديال الناس كيعانيو من ستريس. حيت المرض اللي كيشمل المريض والصحيح، الغني والفقير، الكبير والصغير، يعني راه طاغي على المجتمع كامل. كل واحد والهم اللي خلق ليه ستريس. اللي مريض راه خلق عليه صحته، اللي ما عندوش فلوس راه خلق عليه فلوس، واللي كبير خايف من الموت، واللي صغير حتى هو ستريس حيت ما تخليش الوالده ديالو يخرج غدا يلعب. يعني كل شيء كيبقاو في درجات كيفاش كيتفاوتوا، ولكن راه الحل ديالهم كاملين واحد. ما حنا هضرنا على هذا الحل. نسولك واحد السؤال، واش كتلاحظ باللي ستريس دابا اكثر من ستريس شحال هادي؟ هاد الجينيراسيون هاد الجينيراسيون وتا الناس الكبار اللي كاينين دابا كيعيشوا تحت واحد الضغط نفسي، واحد ستريس اللي كبير، ماشي بحال الناس اللي شحال هادي. ريبونس كلير نيت سي تا كوز لي ريزو سوسيو. خلونا في واحد الدوامه ديال ها النهار بارفي كيفاش تيدوز، ها لا في بارفيت كيفاش تيدوز، ها لو ماري ولا لا ماري بارفيت، ولا المارياج ولا العرس بارفيت كيفاش تيدوز، ولا ها الطوموبيل بارفيت ولا ها الدار بارفيت. الوغ كو كل واحد واخا يكون ساكن في بنيقه راه يبو كريي واحد البليزير انفيني بداكشي اللي عنده. سميتو هكا ليترالمون. واخا كاين اللي غايقول راني تنزيد فيه، راه يقدر بخبز واتايت، وديك ديك القناعه اللي كتجي لواحد يكري واحد لونتوراج خالي من ستريس. حيت فاش كتسكرولي كتلقى بغيتي تخدم، بغيتي دير فلوس، بغيتي دير، فهمتي باش نقول لك حمزه؟ ما كراش كون تحيدوا لي ريزو سوسيو بواحد الطريقه اللي حيت دخلوا لينا واحد الفيس ما يمكنش حمزه. ما فاش كنا صغار راه كتمشي بليزير ديالك هو تمشي تلعب كره برا، بليزير ديالك هو تمشي تجي تفرج شي حاجه، فهمتي؟ اما دابا كتلقى كلشي منغالق في داك القوقعه ديال الكابيتاليزم ديال انا خصني ندير الفلوس، انا خصني ندير تكون عندي دار وطوموبيل وفلوس وكونط بانكير عامر في اناج ديال 25 و 30. ما يمكنش. الشيء اللي تيبان لي انا والله واعر. لا شوف متفق معك. تبدلوا بزاف الحوايج من شحال هادي لدابا، وفريمون ستريس واحد المرض ديال هاد العصر هذا. كيتكاثر نهار على نهار، الناس مابقاش كتعيش، ولا بنادم كيجري بزاف. كيقول انا نشوف غدا. البريسيون الخدمه، القرايه، كتبقى ديما تحس براسك راك مقصر. خصني نزيد من الجهد، خصني نزيد نقرا، خصني نزيد نخدم. ما كيبقاش عندك الوقت للراحه ولا حتى باش تطلع النفس. كتفيق بكري، تخرج تجري للخدمه والمدرسه، خصك تعيش وسط الزحام، الصداع، الروتين اللي كيتعاود كل نهار اللي هو اصعب حاجه. كتولي الايام كدوز بلا ما كتحس بها. كيف ما قلنا هادشي راه كيتضاعف في المدن على القرى يعني والدواوي. وكيف ما قلتي التكنولوجيا، السوشيال ميديا مشكل كبير ديال بصح. ولينا عايشين اخي حمزه قدام دي زيكرا. الناس كيتفرجوا في روتين يومي لبعضياتهم، كيتفرجوا في الحياه ديال بعضياتهم بالمختصر المفيد، كيتقارنوا بيناتهم علاش هذا عنده انا ما عنديش، كيتقلقوا علاش فلان وصل وانا ما وصلتش.
مبقاش بنادم كيحمد الله على داكشي اللي عنده ولا كيلوم سيدي ربي علاش ما عطاه داكشي اللي عنده واحد اخر. شوف ملي كتولي تحاول انك تعترض على القضاء ديال سيدي ربي بالدارجه، ملي ما كتبقاش خدام بديك المثال الشعبي ديال كنقولوا حنا مولاها ربي كيقول لك انت ديال السبب والله يكمل. انا واحد الوقيته وليت باغي ندير انا السبب وانا نكمل، يمكنش بقاش عندي الصبر، وليت كنقول علاش وعلاش وعلاش، وليت انا باغي ندير السبب وانا نكمل. يعني بحال بغيت نلغي الله في ديك القضيه، فهمتيني؟ انا نزاب عليها دغيا. هنا فين بنادم كيتخابق. حتى التليفونات كل وقيته كتوصلك نوتيفيكاسيون، دوك لي فيديوهات اللي ولاو كيطلعوا فهمتي ديال هذا ذبح هذا قتل هذا، واحد المحتوى اللي فريمون كيخابق العقل. وتا الناس كيفاش ولاو كيتباهوا على بعضياتهم في السوشيال ميديا. الا تجربتي وراهم كتولي تحس بلا حياتك ناقصه، صافي هكا كيولي تجمع لك ستريس بشويه 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 تجي كيسالي معاك. واحد اللعبه نخشم بها بعض الصالحين درس القرآن وجبد الآيات ديال اللي كيعطيو سوليوشن ديال كل سونساسيون حس بها الواحد في اون كا دو ستريس. ديال معناه قال لك عجبت لمن ابتلي بالهم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دونك عندك لاكسيون وعندك الرياكسيون في القرآن، وكما كندورو كنرجعو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وسنحشره يوم القيامة أعمى. يعني باقي ما سالاش. يعني راه يعني هنا والهي. يعني راه فهمتي الحل ديال هنا والهي ها هو، وفي نفس الوقت هو المشكل لما درتيش. يعني الحل المشكل ديال هنا والهي عندك في واحد الآية. اكزاكتومون. شوف كيف ما قلت لك في الاول، ستريس كيف ما كيجي غالبا من كثرة التفكير، الضغط، من الرغبة في الكمال، انك توصل لكل شيء. انا عندي تجربة شخصية استنتجت انه ما خصكش تخلي راسك يغرق في داك الستريس. ما وقف نعزل واحد شوية مع راسك، صلي، سير شي بلاصة كالم، فكر شوية مع راسك، تفكر دي حوايج اللي زوينين دازو وضحك، تفكر شي حوايج اللي ما انت لحد الان ما عرفتيش كيفاش تحلو، يعني مشاكل ولا هموم ولا كانوا طايحين عليك وتتحلو. وعرف باللي ستريس ما حل حتى مشكل، كيخليك تشوف المشاكل كبار من الحجم ديالها. تفكر ديما راه ردات الوالدين معاك، حيت راه بصح شحال من مره كيتحلوا شي مشاكل اللي انت بصح ما عرفتيهمش كيفاش تحلوا لحد الان، ولكن راه واحد الدعوات الوالده فاش كانت صايمه ولا كانت كتصلي وقفات معاك ديك الوقيته. شوف كخلاصه، ما نتهربوش من ستريس، عرف كيفاش تواجهو، حاول ما تخليش ياكلك هادشي اللي كاين. نتمنى نكونوا خفاف ظراف هاد السوجي زوين، نتمنى نكونوا فدنا بزاف الناس عطيناهم دي زاسبي اللي يقدروا يعاونوهم في حياتهم كيفاش يتغلبوا على ستريس. هذه هي الكلمه الاخيره ديالي. نتمنى نتلاقاو مشاهدين ومستمعين في حلقه مقبله شي سوجي زوين، ونخلي لك خاتمه اخويا حمد. وهمزه خاتمه نشوف الله يشافي اي واحد كيعاني من ستريس ولا من اي مرض، الله يفرجها على اي مسلم، اي واحد عنده شي كوبا شي هم، يتيق في الله وان شاء الله كلشي غادي يتحل. هادشي اللي كاين.
كنتمناو الحلقه تكون وصلت لبزاف الناس، حسوا بها بزاف الناس، اللي وصل المشكل واللي خرج منه ولا اللي شي نهار الله يسر يقدر يتصرف معاه، كونوا عطيناك ولو غير شويه من الحل. خلي الحل خاصك تلقاه براسك. هادشي اللي كاين. ان شاء الله ما نغباوش عليكم مره اخرى، نتلاقاو مره اخرى في القريب العاجل. قهوه قباسات كتس.